ونحط البطاطس بتاعتنا في الفراغ اللي في النص ده. اعملي يا اختي بنفس الطريقه دي في رمضان ومش هتندمي ان انت عملتيها، بجد روعه. بعد كده على درجة حرارة 150 لمدة نص ساعة في الفرن، بس نغطيها بفويل. يلا بينا. وهتطلع معاكي اجمد صينيه اجنحه بالبطاطس المكعبات بتتبيله جامده جدا والله العظيم، احسن من الفرخه الكامله واحسن كمان من صينيه وراك بالبطاطس، جامده جدا موفره جدا، مش هتجيبي فرخه ولا فرختين، وصفه جميله جدا هتوفر عليك انك تشتري فرخه كامله والجناح اطعم حته في الفرخه مع شويه رز بالشعريه الوهم. ومش هقول لك اختي طعم البطاطس كمان روعه جدا مع شويه رز بالشعريه، يا خرابي ده احنا في رمضان جانا، قولوا معانا. شايفه الجمال اختي؟ الاجنحه دايبه مستويه، ويا سلام على حته البطاطس الجوسي دي، شايفه طريه ازاي وماسكه نفسها اختي؟ وكمان هتوفر عليك انك تشتري فرخه كامله، لان بجد الاجنحه